في قلب إسطنبول داخل غرفة صغيرة تحمل رقم 2011 دخلت العائلة تركية ألمانية لقضاء عطلة هادئة، ولكن خلال 72 ساعة فقط تحولت الرحلة إلى مأساة أنهت الحياة 4 أشخاص، وكشفت عن تحقيقات عن واحد من أخطر ملفات الإهمال في تركيا. وهذه ليس قصة من الخيال، بل هذه قصة حقيقية عن عائلة بوجيك كما رصدتها تحقيقات وكاميرا الطاكسي والمستشفى والفندق. ما تنسوش لايك سبسكرايب، ونتلاقاو من بعد الانترو لتتمة القصة. في هومبورغ بالألمانيا كان يعيش الأب سيرفيت بوجيك عمر 37 سنة، والأم تشيف دين بوجيك العمر 26 سنة، والابن الأكبر قادر 6 أعوام، والطفلة الصغيرة مصل 3 أعوام. عائلة بسيطة هادئة خططت لزيارة قصيرة إلى إسطنبول لقضاء أسبوعين فقط. وفي 9 نوفمبر 2025 وصلت العائلة إلى المطار صبيحة على الساعة 4:04 مساء، وثم من بعد ذلك ذهبوا واختاروا فندق صغير في حي فاتح الغرفة رقم 2011، ودخلوا الفندق على الساعة 11:37 ليلا، ولم يكن أحد يعرف أن هذه اللحظة ستكون بداية النهاية. وفي اليوم التالي بدأت المتعة عند العائلة. خرجوا على الساعة 10 صباحا من الفندق وبدأوا التجول في اسطنبول، ووصل وقت الغداء وذهب المطعم للأكل والرجوع إلى الحنين لأنهم كانوا مشتاقين إليها. وثم من بعد ذلك ذهبوا عند بائع متجول يبيع المحار لزويتخ وأكلوا من عنده. وفي المساء أخذوا حلوى مشهورة في تركيا، وعادوا على الساعة 7:43 مساء إلى الفندق. وكانت الليلة عادية تماما عند العائلة، ولكن الأحداث التالية ستكشفنا عن أن الغاز السام كان يتسرب قرب غرفتهم دون علمهم. وفي فجر 12 نوفمبر 2025 شعرت العائلة بالغثيان القائم مستمر وجهد شديد، وعند وصلت 1:19 ظهرا استدعوا طاكسي، وبالحسن الظن الطاكسي كانت فيه كاميرات سجلت لحظات صادمة. والطفل قادر كان يتقيأ بشكل مستمر، والصغيرة مصل تتقيأ الدم، أما الأم تشغدم بالكاد واقفة، والأب سيرفيت يحاول السيطرة رغم انهياره داخلي. ووصلوا إلى المستشفى وتلقوا المحاليل، وثم خرجوا على الساعة 11:43 مساء وظنوا أنها مجرد تسمم غذائي، ولكن الحقيقة كانت الغاز فوسفيد يهاجم أجسامهم. بينما كانت العائلة تتلقى العلاج، قام العامل شركة المبيدات بالرش مادة فوسفيد الألمنيوم داخل الغرفة 101 أسفل من غرفة العائلة مباشرة. ووقت الرش على الساعة 5 مساء، والعائلة دخلت الفندق على الساعة 6:45 مساء، والمادة تتحول إلى غاز فوسفين. مجرد تعرض الرطوبة هذا الغاز يتحول إلى سم قاتل، ولا لون له ولا رائحة، ولا يظهر في تحاليل المستشفى العادية. يقتل خلال ساعات قليلة، وهذا الغاز عديم اللون عديم الرائحة ويقتل بالصمت، ولا يظهر في التحاليل المستشفيات العادية. والغرفة 2011 لم يكن بها أي نظام تهوية، والغاز بدأ التسرب إلى الأعلى. وهنا بدأت المأساة بوجيك دون أن يعرف أحد ما يجري. وبعد عودتهم من المستشفى وفي الليل 12 نوفمبر 2025 تدهورت حالتهم بشكل مخيف. طفلين يتقيأان بدون توقف، أم تنهار، أب غير قادر على الوقوف، جميع على الوشك فقدان الوعي. وعند الساعة 2 فجرا نزلت الأم إلى البهو الفندق واتصلت بطوارئ 112، ووصلت سيارة الإسعاف من بعد 8 دقائق فقط. ولكن حدث شيء لا يصدق، الباب الفندق كان مغلق، والموظف الاستقبال أغلقه لمنع السرقة وذهب لتناول العشاء. وبهذا حاصر العائلة داخل المبنى مع الغاز القاتل، وسيارة الإسعاف أمام الباب، والعائلة داخل المبنى، ولكن لا أحد يستطيع الدخول. ولكن ظل الطاقم الطبي خارج الباب أكثر من نصف ساعة، وكانت هذه الدقائق هي فاصلة بين الحياة والموت. ومن بعد الباب انفتح وذهبوا إلى المستشفى. قادر ذو 6 سنوات لم يتحمل الغاز وتوفي بسرعة. ماسال 3 سنوات توفيت بعد ساعات من وفاة أخوها. والأم تشدين ذو 26 سنة قاومت حتى الساعات الصباح ثم ماتت. والأب سيرفيت ذو 37 عام دخل العناية المركزة وقاوم 5 أيام قبل يفارق الحياة. وفي أيام معدودة اختفت العائلة بوجيك بكاملها. مع بدء تحقيق ظهر تفاصيل خطيرة، والعاملة النظافة قالت
قالت وجدت 6 صحون كلاسيكية فيها مسحوق رمادي في الغرفة 101 وعدد القطع أزيد من 112 قطعة، والشركة الرش بدون رخصة بدون عنوان حقيقي وبدون تدريب وبدون شواهد. وأما الفندق أعطوا العائلة غرفة بدون تهوئة والباب مغلق وقت الوصول للإسعاف، والغرفة العائلة فوق موقع الرش، والإهمال في إبلاغ المستشفى بالمواد المستخدمة. وكما اكتشفت الشرطة أن سائحا آخران وإنصابوا بنفس الأعراض قبل حدوث وفاة العائلة. وأمرت النيابة التركية بالقبض على صاحب الفندق، موظف الاستقبال، صاحب شركة المبيدات، واثنان عمال، وعدة أشخاص على صلة بالقضية. وأعلن الطب الشرعي على النتيجة وكانت واضحة، والوفاة كانت ناتجة عن تسمم كيميائي بغاز فوسفيد داخل الفندق. والقضية ما زالت مفتوحة حتى الآن، وما زالت تركيا تبحث عن المسؤولين الحقيقيين عن وفاة العائلة بوجيك. والعائلة أجت من أجل عطلة قصيرة وانتهت حياتها بالكامل بسبب مبيد محظور. قضية بوجيك ليس مجرد خبر، إنها تحذير قاسي عن خطر الإهمال وعن المواد التي تمتلك تركيا علاجها حتى الآن. إلى اليوم ما زال التحقيق مستمر وما زال الناس ينتظرون العدالة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش ديروا لايك سبسكرايب وكتبوا لنا التعليقات وقولوا القصص اللي بغيتو نديروها في الحلقة المقبلة. وغادي نقول لكم دابا تهلاو.